تريد تعرف او تتعلم طريقة تراب الملك بحذافيرها؟ خلينا نذوقها اول شي. اذا طيبة اقول لكم جربوها، واو والله طيبة، جربوها ما تخسرون. طول المتابعة ولايك. تعالوا على الطريقة. مكونات تراب الملك. اول ما نجي عندنا هنا بسكت، حليب كامل الدسم، فجر، قشطة، كريم مال كيك، وعندنا هاي راح نقيس بها. اذا ما عندكم مثلها جلاس او كوب، المهم نفس القياسات. هسه راح اجي اخلي اول شي حليب كوبين، هذا اول كوب وهذا ثاني كوب. بعد ما خليت حليب هسه راح اخلي كريم هم كوبين ترس. خليت كوبين كريم، هسه راح اخلي نص قرطية فجر. ما نزلت عندنا فتحتها كليتها، هسه خليت فجر نص قرطية، وهنا قشطة باكيت كامل. بعد ما خليت هاي المكونات هسه راح اطرقها. تطرقها 7 دقائق لحد ما تثخن عندك. وعندنا هنا ثخنت مثل ما تشوفون. بعد ما ثخناها هسه راح انزلها بالبراد او مجمدة او ثلاجة، خليها تقريبا 10 دقائق. خلينا الكريم بالبراد فترة نطحن البسكت. تعالوا خلينا نطحن البسكت بهاي الطريقة. بعد ما طحناه جبنا الكريم، وهذا مثل ما تشوفونه البسكت طحناه طحنة زينة. واذا ما عندكم طاحونة بديكم، المهم لازم تطحنونه وتخلونه مثل التراب. هسه جبنا علبة شفافة، نخلي البسكت بالشعب ونخلي الكريم. والله العظيم هاي الطريقة اطيب من ما تشتريها من الاسواق وارخص. والقياس انتو تختارونه، تحبون الكريم هواي او قليل بكيفكم. خلينا البسكت، هسه راح نخلي كريم. تريدونه 3 طوابق او طابقين كريم كيفكم. خلينا الكريم، هسه راح نخلي البسكت بهاي الطريقة. بسكت كريم بسكت كريم، تريدها طابقين او 3 طوابق بكيفك. هسه اني 3 طوابق سويتها. هاي اخر شي راح اخلي الكريم، لازم على كيفنا اخر طابق حتى ما تتفلش. ملاحظة بسيطة، الكمية اللي انا سويتها 15 علبة تسوي. بعد ما خلينا الكريم راح ارش رشة بسيطة من البسكت، وادوسه دوسة بسيطة نعدله يعني. كملت العلبة اللي سويناها تراب الملك. طريقة كلش سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. طلبي اطلبون على صفحتي على التيك توك، تلقون علامة يوتيوب. هاي قناتي، اشتركوا لي بالقناة. ان شاء الله عجبتكم الطريقة، ومع السلامة.